بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده كده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. قبل ما تدخلوا على الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. طبعا كده الدخلة ما شاء الله. كنت تعبانة بقالي يومين، وقمت لقيت المطبخ كده زي ما انتم شايفين. فكنت عاملة هنا مقورة كوسة، وكنت مطلعة بقى ايه بصل عشان هعمل محشي كوسة النهاردة. وقلت اعمل بقى ايه، الم الدنيا كده واعمل فطار. لميت كل كده المواعين في الحوض، وقلت افطر الاول وبعد كده نشوف بقى ايه ورانا ايه. عملت كده كوبايه شاي بلبن وكم بقسماطه. قلت افطر وبعد كده اغسل المواعين واعمل الغدا. وانا اليومين دول بعمل تنظيفات كده لشهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، بس واحده واحده بصراحه، عشان انا تعبانه. عندي الدور اللي هو اسمه الدوار ده، كل ما بقوم كده من على السرير بيجيلي دوخة. فماشية بالعلاج اليومين دول، فالحمد لله. فبعمل كده حاجة حاجة على مهلي، يعني مش مستعجلة. فببدأ كده بالدواخل. وبعد كده يعني بعمل أوضة، باخد الدواخل بتاعتها، وبعد كده أبدأ بقى أغسل الستاير وأغسل السجاد. وبعد كده بروح داخلة بقى على الأوضة كده، شايلاها من فوق لتحت. تزعيف ومسح حيطان، وبشيل تحت السراير، وبعمل ايه كل حاجة في الأوضة، ولمع الخشب كل حاجة. وبعد كده بفرش الستاير وبحط السجاد على نظافة. أنا ماشية كده من زمان أوضة أوضة. فالنهاردة هعمل كده أوضة النوم. أنا ببدأ بأوضة النوم علشان عندي أوضة النوم محدش بيدخل لها كتير يعني. أزيد من دخول النوم بالليل، بس غير كده محدش بيدخلها، يعني على طول مقفولة. ودايما نضيفة كمان، ما فيهاش يعني بهدلة كتير. فقلت أبدأها كده عشان خفيفة عليا اليومين دول. وكنت طبعا عاملة الدواخل بتاعتها، الدواليب وكل الكومودينيات وكل حاجة. وأنا حاطة كمان فيها الفريزر. ف غسلته وظبطته، وعشان يبقى الأوضة كده نضفتها بكل حاجتها يعني. وبمسك بقى كده الستاير بالمفارش بتاعتها، وبغسلها. وبعد كده بعد ما اخلص تنظيف بفرشهم على طول. انا طبعا الفرش ده فرش يعني لرمضان، بس ان شاء الله للعيد هجيب فرش جديد، او جايبه فرش جديد هفرشه على العيد ان شاء الله. ف قلت بقى احط كده الستاير، وفرشت المفارش وكل حاجه. وهخلص الاوضه النهارده بتاعه النوم. همشي كده واحده واحده معاكم. يا رب بقى اللي ما كانش، اللي ما بدأش يبدأ، وعلشان نخلص كده قبل رمضان ان شاء الله. بعد كده ما فطرت قلت اغسل الاطباق، كانوا شويه صغيرين. فغسلتهم كده على السريع علشان اعمل الغدا. زي ما قلت لكم ما بحبش ابدا الغدا غير والحوض نضيف والدنيا نضيفه. فهغسل شويه المواعين الصغيرين دول. وهعمل كوسه النهارده، كنت جايباها من السوق. وقلت اعملها النهارده كده، نعمل محشي كده ايه، قرديحي. فعندي ابني مش بيحب الكوسه، فطلعت كده ورقه من الفريزر، لفت كده ورق عنب، وقلت اعمل له آه، حله صغيره كده ورق عنب، واحنا ناكل الكوسه بمخلل كده وخلاص، ونمشي يعني نقضي اليوم. فكنت مقوره الكوسه قبلها يعني من بالليل، وانا قاعده كده قلت اقورها. وبصراحة اللي بقدر عليه بعمله، وربنا يبارك لي في ولادي يعني بيساعدوني اليومين دول لحد بس 3 شهور العلاج، لأني ماشية على العلاج لمدة 3 شهور. اللي هو بتاع الدور ده، وربنا يشفيني ويشفي كل مريض إن شاء الله. فكنت عاملة الكوسة كده من قبلها بالليل، قلت بعمل الصبح ايه، تغذية المحشي وأحشي. طبعا انتوا عارفين الكوسة مش بتاخد وقت. فقلت ازود النهارده بقى كده في تغذية المحشي، وخلي كيس كده في الفريزر اطلعه في اي وقت كده، احط عليه الرز واعمل محشي في اي وقت. انا بحب كده بصراحة.
مش باحب أعمل يعني المحشي مرّة واحدة، باحب أعمل الصلصة بتاعته تكفّيني مرّتين، وباقول كُلّه يعني بهدلة واحدة، فرم بصل واحد، فرم خضرة مرّة واحدة يعني، وطماطم مرّة واحدة. فغسلت كده المواعين هابدأ بقى كده أعمل تغذية المحشي. فهاغسل بقى بقية المواعين كده مع نفسي وهاخلّصها، وبعد كده جِبت كده صينية كبيرة، حطيت بصل مفروم كده في الكبة وقرن من الفلفل، وفرمته كده كويس، ودي كمية كده ما شاء الله من البصل كويسة، بعد ما حطيت كده شوية من الزيت حلوين، وهابدأ أحمّر البصلة كده كويس. وهنا أنا حطيت الصينية دي عشان هاحشي فيها الكوسة، فقُلت يبقى صينية واحدة يعني بدال بهدلة صينيتين، هي صينية واحدة. وأنا باعمل كده دايمًا، حتى التعصيجة بتاعة المحشي لو باعملها في حلة بنفس الحلة اللي هاحشي فيها. بعد كده ما البصلة أخدت لون، هانزل بقى بالطماطم، والطماطم دي مفرّزينها. أنا كنت جايبة من شهر كده قفص طماطم، كان 30 كيلو ب140 جنيه. فقُلت حلو، فرّزته كده في التلاجة وما شاء الله يعني باسحب منه. والطماطم الأيام دي رخيصة، فالكيلو ب5 جنيه والتلاتة ب10 اللي هي المستوية. فهاتي بقى وصلّصي كده شوية كده لرمضان في الفريزر ينفعوكِ، بيبقوا حلوين جدًا. نزلت كده بكيسين من الطماطم المتفرّزة، وحطيت كده ملح وفلفل، وهاحط شوية كمون، هاسيبها بقى تتسبِّك، وبعد كده أحط عليها الخضرة والرز، وهابدأ أحشي الكوسة. وأنتم عارفين الكوسة كده وأنتِ واقفة مش بتاخد وقت. وحطيت كمان مكعب مرق، وهاحط كمان معلقة من الصلصة حلوة كده علشان تبقى الصلصة التسبيكة تبقى حمرا كده وحلوة. فقومي بقى كده جهزي أي حاجة كده لرمضان قدامك، يعني شوية بسلة، شوية قلقاس، وما تكتريش عليكي يعني، عشان انتوا عارفين الأيام دي الحاجة غالية، وأغلب الناس يعني داخل علينا المدارس، وكان المرخصات بتاعت الترم التاني، وكمان لبس العيد ورمضان، فالمصاريف كتير اليومين دول. فواحدة واحدة ما تأزميش نفسك يعني، هما يعني شوية بسلة، شوية قلقاس، شوية سبانخ، حاجات بسيطة كده تملي بيها الفريزر تنفعك. جوافة، فراولة لرمضان، وحاجات بسيطة كده. أنا بصراحة نفس اللي أنا بعمله كل شهر، أنا بجيب اللحوم كل شهر، وبجيب حاجة الشهر شهريا بالشهر يعني. قلت ما أزنقش نفسي، ويا دوبك كده زودت حاجات بسيطة يعني. اللحمة زودت في اللحمة، لو كنت بجيب 2 كيلو جبت 3، لو كنت بجيب 4 فرخات خليتهم 5 أو 6 يعني. في اللحوم والحاجات دي، وعلى قد الميزانية، وعشان ما ازنقش نفسي، لأن في ملخصات للولاد، وفي لبس عيد، وفي حاجات تانية جاية. فقلت عشان ما ازنقش نفسي هامشي شهر رمضان زي أي شهر عادي، هي زيادة بس في العصاير، في الحلويات. واحنا طبعا يعني الأيام دي ملناش في الحلويات قوي يعني، فحاجات بسيطة كده. مش هرهق ميزانيتي بالحاجات الكتير، وانزل بقى اجيب من ده ومن ده. فعلى قد ميزانيتي همشي برضو شهر رمضان، مش هجيب حاجة زيادة غير حاجات بسيطة. هنا بقى كده زي ما انتم شايفين كان في كوساية كده اتكسرت مني، فقلت اقطعها كده في الصينية، في أرضية الصينية، واحشي كده الكوسة. حشيت الكوسة كده وانا واقفة، وعملت شوية ورق عنب لابني زي ما انتم شايفين، وعلقت عليهم. ما كانش عندي شوربة، لا يا ربي كان عندي شوربة كنت مطلعه معاكم. حطيت لورق العنب والكوسة، وولعت عليهم كده وغطيتهم، ورحت قلت نتغدى. كانت الولاد جات من المدرسة من الدروس، فقلت نتغدى كده، وبعد كده بعد العشاء كده نصلي العشاء بقى، واقوم اعمل غرفة النوم. هنا كده انا شلت الكوسة، حطيتها كده في صينية، فردتها ودخلتها كده الفرن تاخد لون. احنا بنحب تبقى مقرمشة كده وواخدة لون، غير كده محدش هياكلها بصراحة.
فعملتها كده وكان غدا الحمد لله حلو جدا. قمت بقى كده بعد ما اتغدينا والحمد لله شلت السجاد بتاع أوضة النوم، ركنته كده عشان هيتغسل، وكنست تحته كان طالع شوية التراب دول. انتوا عارفين طبعا الأيام دي كانت هوا وتراب وعاصفة كده، فلازم الدنيا تكون اتطربت يعني. فقلت كده انزل الستاير عشان احطها في الغسالة على طول لحد ما اخلص تنظيف تكون الستاير نشفت. انا بحطهم كده على الحبل شوية يعني، وساعات بطلعهم من الغسالة اعلقهم على طول، بيخلوا الأوضة ريحتها تحفة وبينشفوا وهم متعلقين. شلت بقى كده كل اللي تحت السرير، وانا عملت معاكم تنظيف ده قبل كده كتير، ونضفت كده ومسحت الحيطان، وبعد كده رجعت كل حاجة مكانها، مسحت الأرض والخشب لمعته، وطبعا كده الأوضة كانت عندي ما شاء الله زي الفل، وكل حاجة فيها نظيفة من الدواخل والخوارج. ودي كانت أوضة كده راحت من عليا. إن شاء الله كده نكمل باقي التنظيفات تاني بقى أوضة إن شاء الله أوضة الأطفال، وهمشي معاكم كده واحدة واحدة. ويا رب كده كلنا نتشجع وننظف بيتنا قبل رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ويعود رمضان عليكم كده بالخير يا رب. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.